السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيع محمد، وندعي لاخواتنا في غزة يرجعوا سالمين وامنين ومطمئنين يا رب العالمين. احنا في اخر الشهر وما بقتش عارفة هعمل ايه، وعايزة اروح السوق ولسه ما نزلتش، فبصيت في التلاجة كده، ما لقيتش بقى الا اللي انتوا شايفينه دوت. كان بتنجانة، على قطيتين، على بصلتين، على 3 قرون فلفل كده، ولقيت كمان 3 بطاطسيات كده. لسه عايزة ايه؟ عايزة انزل السوق. فقلت، قعدت افكر هعمل ايه. قلت طب اعمل مسقعة. عارفين بقى المسقعة بتاعت امي وامهاتكم، الله يرحمك يا امي يا رب ويبارك في العايشين ويخليهم ليكم. المسقعة بتاعت زمان الجميلة دي بقى، بتاعت الحلة بقى والصوص الكتير دوت وتقلي تقلي وتنزل، والتخديعة بقى ونغمس كده. انا عايزه اقول لكم هنا ما بتحبش الموضوع دوت، وبتقعد تقول لي لا انا مش عايزه مسقعه. فقلت بقى كده اعمل طبق كده جديد، هي برضو كل مكونات المسقعه، بس زي ما تقولوا كده في ثوبها الجديد يعني، او بالطريقه الحديثه. قطعت كده البصل جوليان زي ما انتوا شايفين، ونزلت بيه شويه زيت كده صغيرين على مكعب زبده. ما فيش زبده ما فيش مشكله خالص، ممكن تنزلي بيه معلقه سمنه صغيره مع الزيت. وهنبدأ ان احنا نقلب كل ده ونشوحهم كده مع بعض. هتنزلي بيه معلقة كده من الثوم المفروم. نزلت بيه كده، واللي ما عندهاش ممكن 10 فصوص توم كده، وتهرسهم كويس وتنزلهم على البصل. كل ده كده هيتشوح على نار هادية خالص. القطيتين بقى اللي عندي او الاتنين طماطم، قطعتهم بقى صغنن زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بيهم على المكونات بتاعتي. انا عايزاكم يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتتابعونا على اليوتيوب. وخليكم معايا للاخر، علشان زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو، اكلة جميلة فعلا وحلوة وعلى قد الايد، وطبق جديد كده وولادنا هيحبوه. معلقة كده بقى كبيرة من الخل على المكونات دي كلها. كل ده بقى يا جماعة على نار هادية كده. هبدأ بقى انزل بالتوابل بتاعتي. معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة من الثوم البودر، وبعد كده بصل بودر، وبعدين البابريكا. تمام. وبعدين هنزل بيه الكمون. اللي يا جماعه ما عندهاش توم باودر ولا بصل باودر، ما فيش مشكله، سهلها على نفسك. كفايه قوي الكمون والفلفل الاسود والكزبره، وحطي مقدار الملح بتاعك، معلقه كده صغيره من الملح. كل ده يا جماعه بقى هبدا ان انا اقلبه كده كويس.